السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوة الكوك والسميد اللي ما شاء الله كتجي معلكه وهشيشه ومشقه، ونتمنى انكم تجربوها. سهله، مقادير بسيطه. بالنسبه للمقادير كناخذ 3 البيضات، كأس ديال السكر السنيده، كأس ديال الزيت اللي هو حجم ديالو تقريبا 180 مليلتر. كنخلط مزيان السكر مع البيض، حتى كنخلطو مزيان. عاد كنضيف الزيت، كنضيف قبيصه ديال الملح، وكنضيف كأس ديال الزيت. بالنسبه للكونفيتير او المربى خديت نصف حامضه مع معلقه ديال السكر وقشور الحامض، فدرتهم على النار يطيبوا مزيان بلاصه الكونفيتير، او كتاخذوا معلقه ديال الكونفيتير ديال المشماش كتضيفوها، وضفت هنا معلقه ديال الكليكوز وربعه ديال الكوك خديته طحنته لان خديت الكوك كان غليظ هو اللي لقيت، طحنته. وكنضيف معاه ربعه ديال السميده وخماره. انا هنا الخماره خليتها حتى الاخر عاد ضفتها، تقدروا تضيفوها قبل، اني ما كنتش غادي نضيفها في نفس الوقت، خليتها شويه ترتاح عاد طيبتها. كنضيف السميده شويه بشويه حتى كنشوف الحلوه كيفاش ولات. هنا الخليط باقي خصو شويه السميد، فانا ضفت ربعه كامله وخليتها كتشرب. هنا درت جوج عجينات. العجينه الاولى هي هذه اللي كتشوفوها تجاو وجدات، دي الصفيحه الثانيه. هنا ضفت الخميره وغادي نخلطها مزيان، تقدروا تضيفوها قبل لانني كنت غنخليها ترتاح داكشي علاش. غادي نبدا نكور فيها تقريبا كويرات ديال 20 غرام حتى ل 25 غرام، درتها كبيره شويه. وخديت سكر كلاصي، ربعه ديال السكر كلاصي، ضفت ليها 2 معالق كبار ديال النشا وغربلتهم مع بعضياتهم. كما كتشوفوا هنا كنبقى نكور، كندير كويرات تقريبا حتى كنوصل لواحد 10. عاد كنبدا نحيد فيهم السكر كلاصي باش يدي، كنخليها ما كتقيس السكر حتى الاخير. الا كانت كتلصق ليكم في يديكم تقدروا ديروا نقيطه ديال الماء الزهر، من الاحسن ما ديروهاش باش يبقى السكر ناشف. هنا غنعمرهم كاملين بالسكر كلاصي نمدهم مزيان فيه. كنبدا نحط فيهم مره واحده. خديت واحد الصفيحه ودرت لها ورق الفرن وبديت كنحط فيها.
كنبقى غادا هكا حتى كنكمل الصفيحه. من بعد عاد كنبدا نضغط عليهم شويه من الفوق. هنا بعد ما عمرت الصفيحه كنبدا نضغط عليهم غير شويه باش كتهبط الحلوه شويه. بالنسبه للفرن شعلته على 200 درجه حتى سخن. من بعد رجعته ل 180 وضعت الحلوه كطيب على الوجه الفوقاني هو الاول حتى كتشقق. عاد كنوضعها لتحت. كنحاولوا نخليهم ما تحمرش بزاف. بالنسبه لهذه راه حمرتها فما كتحتاج تحمر. ما بين 12 دقيقه حتى ل 15 كطيب. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وما تنساوش خليوا لي لايك. وعيد مبارك سعيد ان شاء الله عليكم.